القديس البار أونوفريوس المصري ولد أونوفريوس كنعمة إلهية، إذ كان ابنا لملك الفرس بعد سنين طويلة من الصلاة. وعند ولادتهم أعلن لوالده بوحي إلهي أن يعمده بهذا الاسم، ويقتاده فورا إلى أحد أديرة مصر ليكرس حياته لله. وفي الطريق حدثت معجزة، إذ قامت ظبية بإرضاعهم حتى بلغ الثالث من عمره، وكأن العناية الإلهية كانت تمهد له درب القداسة منذ نعومة أظفاره. نشأ القديس في مخافة الله، وكان قلبه يشتعل شوقا للاقتداء بالنبي إيليا والقديس يوحنا المعمدان. قاده ملاكه الحارس إلى ناسك يدعى هرمياس، الذي تعلم منه أصول الحياة النسكية، ثم أرشده إلى مغارة وسط الصحراء بجوار نخلة وينبوع ماء نقي. هناك بدأ أونوفريوس مسيرته الجهادية، حيث عاش 70 عاما في عزلة تامة، يحارب الطبيعة ويجاهد ضد الجسد ويقاوم الشياطين، متحديا حر الصحراء وصقيع الليل والجوع والمرض، سعيا إلى الخيرات الأبدية التي وعد الله بها أحباءه. وفي النهاية أعطي نعمة معرفة ساعة انتقاله، فصلى وسجد على الأرض، وعندما رقد أضاء وجهه وفاح الطيب في المكان. كان معه في لحظاته الأخيرة القديس بفنوتيوس الذي دون سيرته وشهد المشهد المهيب لرقاده. وبعد انتقاله جاءت إسدان وحفرتا قبره، حيث وضع جسده الطاهر. بركة صلوات القديس البار أونوفريوس تكون معنا جميعا. لا تنسوني بصلواتكم. مونجيسو.